رب العباد سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، فلربما سبحانه يقدم لك رزقا أو يؤخر عنك رزقا جل وعز. ربما رجل يشتهي الولد فيؤخره الله سبحانه وتعالى سنوات طوال، أنت ما تدري أين المصلحة. أليس إبراهيم عليه السلام أخر عنه الولد، فلما جاءه الولد إسماعيل أمر بنحره؟ ألم يطلب زكريا عليه السلام غلاما، فلما جاء يحيى قتل أمام عينيه؟ فأنت لا تعلم متى يعطى ومتى يمنع، لأن الله عز وجل شانه من أسمائه المقدم والمؤخر سبحانه وتعالى. لهذا أيضا من عجائب هذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى تارة يقدم لك رزقا وتارة يؤخر عنك رزقا لحكمة سبحانه وتعالى. وأيضا يؤخر جل وعز شانه أحيانا العقوبة، يعني تجد الرجل عاصي، تجد الرجل واقع في المعاصي والذنوب، مفسد في الأرض، يهلك الحرث والنسل، ومع هذا سبحانه وتعالى يؤخر عنه العقوبة لحكمة. ربما الله جل وعز يقدر له الهداية فيما بعد، أنت ما تدري كيف أن الله عز وجل شانه بيده مصالح العباد. لهذا أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى المؤخر أن الله عز وجل شانه أحيانا يؤخر عقوبة الظالمين ليوم الدين، وهذه حكمة إلهية. نحن طبيعة البشر على عجالة، نستعجل، نريد أن نبطش بالظالم، نريد أن نهلك الظالم، والله عز وجل شانه من أسمائه وصفاته الصبور سبحانه، وأيضا المؤخر. فتجد رب العباد يؤخر العقوبة لحكمة ما، ربما ليضاعفها سبحانه وتعالى، وربما هذا الظالم يهديه الله رب العباد ويصبح مهتد. لهذا تأمل كم من صحابي عاد النبي عليه الصلاة والسلام وشهر على النبي عليه الصلاة والسلام السلاح ثم أصبح صحابيا جليلا. هذا عكرمة رضي الله تعالى عنه يهرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويركب البحر ثم يرفع يديه ويقول اللهم إن كان محمدا على حق فاهدني إليه، فرجع وآمن واغتسل وأصبح من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل كان يمشي في سكك المدينة والصحابة ينظرون إليه بأعينهم، لأن عكرمة بن أبي جهل نعلم ماذا صنع أبو جهل وكيف آذى النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام لا تؤذوا الأحياء بالأموات، لا تؤذوا الأحياء بالأموات. لهذا أنت لما تعلم أن من أسماء الله المؤخر عليك أن لا تستعجل، واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أخر عنك شيئا يدخره رب العباد لحكمة ما. عقولنا القاصرة لا تعلم ما الحكمة، لا تعلم ما الحكمة. وضربت لك مثالا عن يوسف عليه السلام، انظر من بئر لسجن حتى تولى خزائن مصر، ولو قدر ليوسف أن يعود لأبيه وهو في البئر لعاد ولما ملك خزائن مصر، لكن الله عز وجل شانه أخره من الرجوع لأبيه. لماذا؟ حتى يرفع أباه على العرش. لهذا دائما على المسلم أن يتأنى بكل شيء ولا يستعجل على الله عز وجل شانه، فإن الله لا يتعجل لعجالة أحد، فإن الله عز وجل شانه لا يعجل لعجالة أحد قط، بل الله عز وجل شانه حكيم بأفعاله، حكيم بتصرفاته، حكيم سبحانه وتعالى بكل شيء. لهذا لما تعلم أن الله هو المؤخر يطمئن القلب، منع عني نعمة أخرها عني لحكمة. ولما تعلم أن الله عز وجل شانه هو المؤخر أخر عقوبة الظالم لحكمة نحن لا نعلمها إلى الآن، لكن رب العباد سيبين لنا مع الأيام ما الحكمة في تأخير كذا وما الحكمة من تقديم كذا. لهذا قال الله عز وجل شانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه، بدأ في الآية أتى وختمها فلا تستعجلوه. لهذا المسلم يتيقن ويعلم علم اليقين أن الله عز وجل شانه لا يضيع عباده، أبدا لا يضيع عباده. والمسلم دائما يكن ويطالب منه أن يرتضي ويرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، لأن المسلم لو لم يطمئن بقضاء الله عز وجل شانه وقدره مهما حاول أن يغير معالم حياة ومعالم الدنيا لن يستطيع أبدا، ولن ينل إلا ما كتبه الله عز وجل شانه له. لهذا اطمئن
وكن مسلما وثق بالله عز وجل الذي آواك وأنت في رحم أمك قادر على أن يأويك وأنت تعقل وتسمع وترى وتكسب بجوارحك طعامك ورزقك. لهذا كن مسلما وثق بالله سبحانه وتعالى.